عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايه اتكلم معاكوا عن العواطف. اوعى تخلي عواطفك تتحكم فيك، اوعى تخليها تقلل من قيمتك ومن كرامتك ومن احترامك لنفسك. يعني حب، ما قلتش ما تحبش، بس ما تخليش اللي قدامك يستغلك، يفتكر ان انت مضمون بالنسبه له، ان انت عمرك ما هتسيبه مهما عمل فيك، ان انت راضي باي حاجه واي وضع هو يحطك فيه ويقول اصل هو بيحبني. لا، مفيش حاجه مضمونه، احنا مش ضامنين اي حاجه في الدنيا، كل حاجه ممكن تحصل. يعني مين وارد دلوقتي ان هو يقعد 5 دقايق يعيش؟ محدش. محدش عارف بكره في ايه. هتلاقي حياتك ممكن في ثانيه بتتغير للاحسن للاوحش لايا كان. المهم ان طول الوقت حياتنا بيخش فيها ناس وبيمشي منها ناس، وانت مش ماشي على وتيره واحده. بمنتهى البساطه خلينا نقول ان لو العقل دخل في كل موقف، احنا هنفكر بشكل صح، هنبتدي ناخد سكك احنا ما كناش ممكن هنفكر ان احنا ناخدها، لان احنا ماشيين ومندفعين ورا مشاعرنا. فلما بندخل العقل بنبتدي نفكر بشكل سليم، فياريت نحكم عقلنا. بمنتهى البساطة بنوتة كلمتني قالت لي انا مخطوبة بقالي 2.5 سنين، اي مشكلة ما بيني وما بينه بيحطني في البلاك ليست. ليه الامور توصل بينا لكده؟ ده غلط جدا. طبعا انتي ساعدتيه على كده، بدليل ان هو بيقول، يعني انتي بتقولي ان كل مشكلة بتحصل ما بينك وما بينه بيعمل ده، فواضح ان هي مش مرة، لا ده واضح ان انتوا متعودين على كده. ده البيهيفير الطبيعي بتاع حياتكم انتوا الاتنين. وبتقولي ان انتي حاسة ان هو في بديل ليا وهو ما بقاش مهتم بيا وبابا متوفي. طيب الله يرحم باباكي طبعا ويصبرك. حاسه ان في بديل ليكي، هو واضح ان في بديل ليكي. انا لما الاقي اللي قدامي بيتعامل معايا بالاسلوب ده هو مش مهتم، وخصوصا بعد وفاه والدك. تاني حاجه ان هو في البلاك ليست بيحطك على طول مع اي مشكله، انا مش ناقص وش ولا وجع دماغ. فانتي مش حد مهم بالنسبه له خالص على فكره. فانتي مش يعني مفيش حد بديل، انتي مش بديل مثلا، لا هو اكيد ان انتي في حد في حياته. سواء بقى في حد مفيش حد، الشخص ده ما ينفعش ان احنا نكمل معاه بمنتهى البساطه. وانا من رايي ان مفيش حد بيدي للي قدامه فرصه تانية. ايا كان سواء البنت او الولد، احنا بنبقى لبعض فرصه واحده. فلو انا اللي قدامي محافظ عليا وانا موجوده معاه في الفرصه الاولانيه، فمفيش فرصه تانية ليه، هي فرصه واحده وبس. الفرصه الواحده دي لو انا مش شايف قيمه اللي قدامي ومقدرها كويس قوي وحطه فوق راسي وبديله كل اللي المفروض انا اديهوله وعامل اللي عليا معاه، يبقى انا خلاص انا ملومش نفسي على اي حاجه. ولازم الاقي من الطرف التاني نفس الوضع، ان هو شايلني فوق راسه وبيعملني منتهى الاحترام والادب والاخلاق. لو انا ما لقيتش ده يبقى احنا ما نكملش مع بعض. مش لاقي اهتمام، انا مش هديك فرصه تانية ان انت تهتم بيا، مش هديك فرصه تانية ان انت ما تحطنيش في البلاك ليست. لا، ده مش مره ولا 2، ده واضح ان ده السيناريو اللي انتوا متابعينه ما شاء الله في حياتكم، يعني اللي هو كل مشكله بيحطك في البلاك ليست وانتي ما شاء الله عليه. ده دورك، برافو. ايه ده؟ في ايه بجد؟ ايه يعني؟ ايه ده بجد؟ يعني ايه؟ استوب بقى، يعني كفايه. طبيعي لازم ادور على غيرك، يعني ايه؟ في كرامه في يعني ايه بقى؟ ايه؟ مفيش كرامه خالص؟ الكرامه فين؟ في اجازه؟ انتي في المكان الغلط، لازم تستوبي.
اهربي، كفايه كده.